الله السلام عليكم. صحة شربت من المشرف لي ولرابطة أدباء المرفأ الأخير العراقية التي تضم أكثر من 1500 شاعر عراقي وعربي. أجمعنا جميعا في بغداد أن يكون هذا التكريم مخصص للأديب التونسي الكبير الأستاذ الصادق شرف أبو وجدان، لأنه باختصار شاعر قضية وموقف وأديب قضية وموقف، وكلنا يعلم بأن الأديب إذا تخلى عن قضية وموقف فلا يعتبر أديبا ولا يمكن أن يعد بحساب الأدباء. لهذا وقع الاختيار على الأستاذ الصادق شرف بعد أن قمنا باختيار الأستاذ نور الدين صمود وقمنا بتكريمه في بيته قبل عامين. الغاية من هذا التكريم هو تنبيه المؤسسات الثقافية لمنهج خاطئ تنهجه هذه المؤسسات للأسف في كل البلدان العربية وليس في تونس فقط، هو تكريم الأدباء بعد أن يرحلوا عن هذه الدنيا. ولا أدري لماذا، يعني لماذا لما يكون المبدع حيا لا يكرم أو يلتفت إليه، ولماذا عندما يموت يأتي المسؤولون من كل فج وصوب متسارعين لكي يكرموه. أريد أن أقول لهؤلاء: اخجلوا على أنفسكم مهما كنتم، وعليكم أن تلتفتوا إلى أدبائكم الذين قتلتهم الظلمة. وإن كنتم لا تستطيعون فنحن فيما بيننا نستطيع أن نفعل ما لم تفعلوا، وإن شاء الله مستمرين على هذا النهج. ويشرفني أن أكون بمنزل تميم هذا اليوم. بمجرد أني دخلت لمنزل تميم حسيت أنه أنا في حي من أحياء بغداد القديمة، وأتمنى لكم سهرة ممتعة مع تكريم أديبنا الكبير الأستاذ أبو وجدان، وشكرا لحضوركم.